عمرك حسيتي انك مرهقة حتى بعد ما نمتي كويس او اخدتي اجازة؟ السبب مش دايما قلة النوم، ساعات بيكون جسمك وعقلك وروحك محتاجين انواع مختلفة من الراحة وانتي مش واخدة بالك. اهلا بيكم في قناة بيديفا. هنا بنحاول نلاقي مع بعض لحظات قوة وهدوء وسط الزحمة اللي حوالينا. النهاردة هنتكلم عن موضوع بسيط لكن مهم جدا: الراحة. مش بس النوم أو القعدة في البيت، لكن في 6 أنواع مختلفة من الراحة لو اهتمينا بيها حياتنا هتبقى أهدى وأخف. ومع كل نوع هقولك على مثال بسيط تقدري تعمليه من النهاردة. 1. راحة العقل. عقلنا طول الوقت شغال، تفكير، حسابات، خطط، هموم. يعني لو ممكن قبل ما تمسكي الموبايل الصبح اقعدي دقيقتين ساكتة خالص، خدي نفس عميق 3 مرات وقولي دعاء أو آية بتحبيها. اكتبي في ورقة فكرة أو إحساس عندك. الحركة الصغيرة دي بتصفي دماغك. كمان تقدري تحددي ساعة بلا موبايل في اليوم، بس ساعة واحدة تريحي فيها مخك من الزحمة. 2. راحة الجسم. الجسم ساعات بيبعت لنا إشارات إنه محتاج راحة وإحنا بنتجاهلها. يعني بعد يوم طويل ووقفة في المطبخ أو شغل البيت، اقعدي على كرسي وحط رجلك على حاجة عالية شوية. اعملي تمدد بسيط لإيدك ورقبتك، او قبل النوم اعملي مساج بسيط لكتفك بايدك. حاجات صغيرة بس بتفرق في احساس الجسم. كمان لو تقدري تنامي نص ساعة وقت القيلولة، ده هيبقى زي اعادة شحن لجسمك. 3. راحة المشاعر. احنا كبني ادمين عندنا مشاعر كتير بنضغط عليها. يعني لو متضايقة من موقف حصل، بدل ما تكتمي جواكي اكتبيه في ورقة او احكي لحد موثوق فيه، حتى لو رسالة صوتية لنفسك على الواتساب. الحركة دي بتخفف الحمل. كمان خصصي يوم في الأسبوع تعملي فيه حاجة بتحبيها لنفسك، حتى لو فنجان قهوة على البلكونة من غير ما يكون حد حواليكي. 4. راحة العلاقات. مش كل الناس اللي حوالينا بيدونا طاقة، في ناس بتسحب طاقتنا من غير ما نحس. يعني لو عندك مكالمة مع شخص بيستنزفك، ممكن تأجليها اليوم تاني لما تكوني مرتاحة، أو تختاري تقضي يوم من غير تليفونات ولا زيارات اليوم لنفسك بس. ده مش أنانية، ده حفاظ على صحتك النفسية. كمان جربي تكتبي قائمة بأسماء الناس اللي بتحسي معاهم بالراحة والناس اللي بيتعبوكي. لما تعرفي ده هتعرفي توازني علاقاتك كويس. 5. راحة الروح. الروح محتاجة غذاء وهدوء زيها زي الجسد. يعني صلي بخشوع، او اقعدي بعد صلاة الفجر 5 دقايق تذكري ربنا. او لو بتحبي الطبيعة افتحي الشباك او انزلي تمشي عند شجرة او عند الكورنيش. اللحظات دي بترجعلك احساس بالسكينة وبتقربك من نفسك ومن ربنا. 6. راحة الحواس. الحواس بتتعب من الشاشات والضوضاء. يعني ممكن قبل ما تنامي بساعة تقفلي الموبايل والتلفزيون، طفي النور العالي وحطي لمبة هادية أو شمعة جنبك، واقعدي في هدوء اسمعي صوت الطيور أو حتى صوت المروحة. هتحسي براحة في عينيكي وفي أعصابك. كمان تقدري تختاري ألوان هادية حواليكي في البيت وتبعدي عن الروايح اللي بتضايقك. دي كلها حاجات بسيطة لكن تأثيرها كبير. ال6 أنواع دول مش رفاهية، دول احتياج حقيقي. مش لازم تعملي كل حاجة مرة واحدة. اختاري نوع أو 2 تبدأي بيهم النهاردة، وجربي أسبوع واحد وشوفي الفرق بنفسك. واكتبي لي في التعليقات أكتر نوع حسيتي إنك محتاجاه الفترة دي. ولو الفيديو ده حسسك بشيء مفيد، اعملي اشتراك في قناة بديفا عشان توصلك كل الأفكار اللي تديكي طاقة وتدعمك كل أسبوع. أشوفكم الفيديو الجاي.